تخيل معايا كده، انت قاعد في مركبك وسط البحر. الجو هادي، مفيش صوت غير الموج. وفجأة توصلك إشارة استغاثة من سفينة قريبة منك. الإشارة بسيطة جدا بس مرعبة جدا. القبطان مات، كل الطاقم مات، أنا الوحيد اللي فاضل، بس أنا كمان هموت. وبعدين صمت تام، مفيش أي رد. السفينة سكتت. واختفت. سنة 1947 سفينة اسمها أورنج ميدان كانت ماشية في المحيط الهندي، تحديدا في مضيق مالكا بين ماليزيا وإندونيسيا. سفينة تجارية عادية، عليها طاقم كامل وكل الأمور طبيعية، لحد ما فجأة السفن اللي حواليها استقبلت إشارة استغاثة غريبة على الراديو. كل الطاقم مات، الكابتن مات، أنا الوحيد اللي باقي، بس أنا كمان بموت. وبعد كده الإشارة فضلت شغالة ثواني، وبعدين سكوت تام. سفينة قريبة منهم راحت فورا تتوجه للمكان اللي جت منه الإشارة. لقوا سفينة أورنج ميدان واقفة في نص البحر، ماشية لوحدها، مفيش فيها حركة. حاولوا ينادوا حد، مفيش رد. قرروا يركبوا السفينة، وهنا كانت الصدمة. كل أفراد الطاقم ميتين، كلهم بيض العيون، جسمهم متشنج وشوشهم متجمدة عليها تعبيرات رعب، وكأنهم شافوا حاجة مخيفة جدا. حتى الكلب اللي معاهم مات بنفس الطريقة. الغريب، مفيش أي جروح ولا إصابات ولا دليل على خناقة أو مرض، كأنهم كلهم ماتوا في نفس اللحظة من الخوف. الفريق اللي دخل السفينة قرر يربطها بمركبهم ويسحبوها للمينا. وهما بيجهزوا الحبال حصل انفجار غامض في السفينة، وانفجرت بالكامل واختفت في البحر. محدش قدر يفسر اللي حصل لحد النهاردة. وفي نظريات بتتقال زي في وجود غاز سام. ناس قالت إن السفينة كانت شايلة مواد كيميائية أو غازات قاتلة واتسربت وكلهم ماتوا. وفي نظرية تانية بتقول إنها كانت تجربة سرية. في ناس بتقول إن السفينة كانت جزء من تجربة أمريكية أو يابانية سرية، وإنها كانت ماشية بدون وثائق رسمية. وفي نظرية تالتة بتقول حاجة خارقة. ناس بتقول إنهم اتعرضوا لكائنات أو ظواهر ما وراء الطبيعة، خصوصا إن طريقة موتهم غير منطقية. أما النظرية الرابعة واللي كانت بتقول إن السفينة أساسا مش موجودة، بعض الباحثين بيقولوا إن مفيش دليل واضح إن السفينة دي كانت مسجلة فعلا. فهل هي قصة حقيقية ولا معمولة عشان تخوف؟ بس اللي حصل هناك يخليني أفكر، إزاي طاقم كامل يموت فجأة كده؟ ولو فعلا مفيش سجل للسفينة، يبقى إحنا كده بنحكي قصة عن إيه بالظبط؟ أنت شايف إيه؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات.